مساء الخير. فاز السيد وديع الجري بفترة جديدة لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم في انتخابات جرت يوم الجمعة الماضية، وسبقتها تهديدات من كل الأطراف، من أبرزها وزير الشباب والرياضة التونسي ورئيس اللجنة الأولمبية. الاتحاد التونسي لكرة القدم لم يبالي ببيان وزارة الرياضة الذي صدر يوم الخميس وادعى إلى تأجيل انتخابات العمومية لاتحاد الكرة. وقبله دعا رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى الحذر من تبعات عقد الانتخابات، ولكن تمت الجمعية العمومية. وديع الجري إذن على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم بولاية جديدة بعد منافسة مع المرشح الوحيد إلى جانبه جلال بن تقية. وإذن كانت أصوات الأندية الناخبة رجحت كفة السيد وديع الجريء. بعد عملية فرز الأصوات حصل على 152 صوتا، وهو معادلة 281 نقطة، بينما حصل المنافس على 83 صوتا وهو معادلة 114 نقطة، وذلك في جلسة انتخابية عرفت توترا كبيرا قبل عملية فرز الأصوات. وينضم إلي مباشرة من تونس السيد وديع الجريء. السيد وديع، بداية مساء الخير. سؤالي الأول، يعني ماذا بعد ما حدث الآن في هذه الجمعية العمومية، وماذا بعد هذه التهديدات التي سبقت الجمعية العمومية؟ احنا اليوم معناها السلام عليكم وعلى كل السيد عليكم المشاهدين. السلام. احنا اليوم في مرحله جديده، معناها ما يهمنا هو ليس فقط النجاح في الانتخابات، بل النجاح ان شاء الله في المرحله القادمه من خلال تطبيق كل نقاطنا الوارده في برنامجنا الانتخابي. كل ما سبق الانتخابات باش نعتبروها مجرد حمى انتخابيه. احنا وقت عقدنا الانتخابات عقدناها حسب القانون الاساسي للجامعه التونسيه لكره القدم على المصادق عليه من الاتحادين الافريقي والدولي لكره القدم، وصادر في جلسه 6 نوفمبر 2015. تحدث الكثير على وجود قضايا وطعون لدى محاكم الحق العام في تونس، ولكن الى حد اجراء الجلسه العامه الانتخابيه لم يرد على الجامعه التونسيه لكره القدم رسميا اي اعلام رسمي بهذه القرارات حتى ان وجدت. ولذا معنا احنا منكبون ان شاء الله مع بقيه الاخوان في الاتحاد التونسي ومع الانديه على اساس ننجح ان شاء الله في المرحله القادمه، واساسا تبقى ديما المنتخبات الوطنيه، التحكيم التونسي، الامور الماديه، عديد الاشياء ان شاء الله ننجح فيها في المستقبل، الى جانب الاخوه اللي يكونوا احسن سند لنا ان شاء الله. نعم، يعني الأستاذ وديع الجريء، يعني البعض يعتبر أن الفترة المقبلة هي فترة الثأر والانتقام من الخصوم. هذا الاتحاد الجديد القديم، هل بإمكانه أن يثبت حسن النية لهذه المرحلة المقبلة؟ الاخ الانسان ما ينجمش يسأل من اخوه، حتى الخصوم الانتخابيه هي خصوم معناها من تاريخ النجاح في الانتخابات ما عادش تكون خصوم، بالعكس يعني الجامعه اسمها جامعه تونسيه لكره القدم والمنتخبات اسمها منتخبات تونسيه لكره القدم، فهي للجميع سواء كان الناقدين الخصوم او احنا اللي نسيروا اليوم. كلنا ان شاء الله احنا مدينه ممدوده باش نكون ان شاء الله كل يد واحده ونحاولوا نتعاونوا في خير كره القدم التونسيه، ومش باش نعتبروا ان لنا خصوم. الخصوم انتهت بانتهاء الموعد الانتخابي. نعم. طيب، الآن يعني الجميع داخل سفينة واحدة. هل تعتقدون أن المنتخبات التونسية التي ستشارك في المنافسات المقبلة بإمكانها تلقي الدعم في المرحلة المقبلة، خاصة أن المنتخب التونسي سيشارك في بطولة العالم للقاعات في جنوب أفريقيا؟ هناك التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، هناك كأس العالم، تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، هناك العديد من المنافسات المستقبلية. هل هناك دعم كبير لهذه الأنشطة ولهذه المنتخبات التي ستشارك باسم نسور قرطاج والمنتخب التونسي؟ هو الكأس الافريقي سوف تجرى في جنوب افريقيا بالنسبه لكره القدم الحقات، هي كأس افريقيا وهي المؤهله لكأس العالم. وبقيه المنتخبات الوطنيه اولا اساسا دور الجامعه لا ينحصر بشكل حصري في المنتخبات الوطنيه، ولكن هو دور اساسي من الاتحاد التونسي كبقيه الاتحادات والمنتخبات الوطنيه. واحنا سوف قدرة من الله ان نوفر كل الظروف الماديه والفنيه واللوجستيه لإنجاح والمساهمة في إنجاح كل منتخباتنا الوطنية في التظاهرات القادمة. تحكي على الدعم، ما نعرفش ايش تقصد بالضبط، إذا كان هو دعم مادي بطبيعتها الاتحاد التونسي حتى قديما 90% أو أكثر من عائداتها هي عائدات ذاتية، يعني ما ثماش دعم ربما من مؤسسات معينة إذا كان تجبد دعمها يقع عجز في الاتحاد التونسي. دونك هي مداخيلنا
أساسا مداخيل ذاتية، ولكن مرحبا بأي دعم، سواء كانت من المؤسسات العمومية ومن وزارة الشباب والرياضة أو واحنا مطالبون قبل هذا باش نقوموا بدورنا الأساسي في جلب مستثمرين للاتحاد التونسي في وقت أنه القاعدة الاقتصادية في تونس ليست على أحسن ما يرام، ولكن كما نجحنا في الأمور المادية بشكل طيب في المدة الفاتة من خلال تقليص الديون، من خلال الترفيه في العائدات المالية، سوف ننتهج نفس التمشي المادي إن شاء الله، واحنا متفائلون بالفترة القادمة على جميع المستويات إن شاء الله. نعم. وندعو الجميع للالتفاف حول الاتحاد التونسي والالتفاف حول كرة القدم التونسية اللي هي تبقى ملكهم جميعا. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وأشكرك على تصحيح المعلومة بأن تونس إذن ستشارك في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعات. ومن تونس إلى المغرب، حيث يدرس الاتحاد المغربي لكرة القدم منع جماهير الرجاء البيضاوي من مرافقة فريقه بالمباريات التي سيلعبها خارج ملعبه حتى نهاية الدوري. القرار الأولي للجامعة الملكية كان حرمان جماهير الفريق الأخضر من حضور 5 مباريات على ملعب محمد الخامس، ويأتي القرار بعد تقارير أمنية استعرضت حجم الأخطار والضرر البالغ الذي تسبب فيه جمهور الرجاء خلال مباراة شباب الحسيمة، وذلك من أجل تفادي حدوث مآسي وكوارث أخرى بالمباريات التي سيكون الرجاء طرفا فيها خارج ملعبه. كما يأتي قرار المنع من التنقل في رحلات موازرة وتفاديا لحدوث ردة فعل من طرف جماهير الرجاء بعد حرمانها من متابعة مباريات فريقها بالدار البيضاء. جماهير الرجاء إذن كانت قد اشتبكت فيما بينها عقب مباراة شباب الحسيمة في الجولة 21، وامتدت الاصطدامات إلى خارج أسوار المركب الرياضي محمد الخامس، وإذن قتيلان وراء هذه الأحداث و55 جريحا وأكثر من 70 شخصا موقوفا تحت ذمة التحقيق في هذه الأحداث التي لا تشبه الرياضة كثيرا. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.